مقتضي الامتنان ما يجد عن وصف اللسان ويهان في تعقل معاني في الجنان انتشر منه في عالم البطون والسرور ما ملأ الوجود الخلق النور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته بالذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ومن فاتته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تقرب لنا بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده ونتلوه على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق صواهده وأشهد أن سيدنا محمد عبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرده ونقله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا وكان في ظلمة الجنة للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا وما ظمأ من منة تكرم الله بها على البشر وما أوساها من نعمة انتشر سرها في البر والبحر اللهم صل وسلم بأجر الصلوات وأتمها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في وعد الكمال وقام بحق الربوبية في موازن القسية قسمة الله وأكبره يصل بها روح المصلي عليه به وينبسط في قلبه نور السر تعلمه وحبه ويكتمل فيها بعناية الله في رزقه وعلى آله وصحبه الذين أرفق الله تجري بقربه وتقيروا ذل السراب الأصلي بوده وحبه ما أمر الله أكمله بنشر ذكرهم نسيه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد من مثلكم لرسول
ليت الملوك لها من جدكم نسب من مثلكم لرسول الله ينتسب ليت الملوك سلاطين أحساب بجانبكم هذا هو الشرف المعروف ينتهبوا ساداتنا الغر من أبناء فاطمة ساداتنا الغر من أبناء فاطمة طوبى لمن كان للزهراء ينتسب من نصر فاطمة قد شرب النسب
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. أما بعد فلما تعلق بآية الله بالعلم القدير بظهور أسرار تخصيص البشر الكريم بتقديم وتكريم نفذت قدرات الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة وانفلقت بين التصوير في العالم المطلق الكبير
عن جمال المشهود بالعين هاوي لوصف الكمال المطلق والحسن التام والسين وتنقل ذلك الجمال الميمون بالأسلام الكريمة والبطون كما من شرب الظلمة إذا تمت عليه من الله النعمة فهو القمر التام الذي يتنقل في جنوده ليتصرف به معود نصرة قراره ومهده وقد قالت الأقدار الأزلية بما قضت وأزهرت من سر هذا النور ما أزهرت وحسست به من حسست فكان مستقره في الأسلام ظاهرا والأرهام الشارفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشر ذاك البشر فنورا هيا الأفكار ظهوره أبهى وتعلق دهمة الراكب إلهه الروح بأن تحكم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف فإن كانت الأرسل لا تفي بوشريب الشعر أو صوب ذلك الموسم تصعيد السامعين للغاس المؤمنين ترويعا للمتعلقين بهذا النور المبين وإلا فأنا تغيب أقلم عن شؤون خير الأنام ولكن نزلي إلا تدويني ما حفظه من سياق أسرار المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين وبقيت الإرادة يكون في الكون منشورا على مر الأيام والشهور والسنين داعي تعلمني بهذه المتعة الكريمة ولا أعد استنسب في إلى سماع أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع ويدخلني في شفاعة هذا النبي السابق ويترهبني برضي ذلك النبي اللهم صل أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله لقد أنا للقلم أن يفتح ما حركت فيه الأنام مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائله التي هي أحسن الشمائل وهنا حسن أن تثبت ما بلغنا إلينا في شأن هذا الحبيب الأخبار والآثار ليتشرف بكتابه القلم أول قرطس وتتنزه في الحديث به الأسماء والأبصار قد بلغنا في أحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله نور له في هذه السورة فنور هذا الحبيب أول مخلوق وبرزات العالم ومنه تفرع البذور خلقا بعد خلق فيما حدث وما ذاك آدم
فقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلق الله قبل الأشياء قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في خلقي وآخرهم في البعث. وقد تعددت الروايات بأنه أول خلق وجودا وأشرفه مولودا. ولما كانت السعادة أبدية لها ملاحظات خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال خصوصية واستودع هذا النور المبين أصلب بطون من شرفته من العالمين وتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلته يد العلم القديم إلى من قصده بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمه التي هي بالمخاوف آمنة عن سيدات الكريمة آمنة. فتلقاه صلب عبد الله فلقه إلى بطنها وضمته أحشاؤها بمعنى الله محفظة على حق هذه الذرة وصومها فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا وتجد له سترا ولا تشكو منه ألما ولا عللا حتى مر شهر بعد شهر من حمله وقرب والقبض من خروجه إلى علم شهادات بمن ستة على الأهل هذا العلم يعطى الفضل وتنتشر به آثار مجده الصميم. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأنه يهدي الله